المرسلين وعلم الأولياء لما إلهام الملائكة المقربين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ما لنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم حيث ما قلنا في أنفسهم قولا سديدا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. لأتيناهم من لدنا نذيرا ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا إليكم أجروا واعترفوا جميعا. وإن منكم لمن ليبدعن فإن أصابكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذا لكم معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليغورنك أن لم يكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم حليما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله ويقتل فسوف نؤتيه حليما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وأن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل من عند الله فما لهؤلاء قوم لا يكادون يقولون هذه من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنتنا فإنا برسول فكفى بالله شهيدا. وإن يطع الرسول فقد أطاع الله من أرسلناك عليهم رقيبا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يذكر ما يبيتون فارقا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لاتخذتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا
تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكون بين الذين كفروا والله يجزي كثيرا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له وكان الله بكل شيء مغيرا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إلى الله على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم يا يوم وما لكم بالمنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن لو كفروا كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم فأبوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليكم آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم قل ما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتذروكم ويلغوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فقولوا واعذروا ما يغفرون وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم ومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك من الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وأن النار وفضل المجاهدين على القاعدين درجات من الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا عجبوا عن ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تصلوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تطلعوا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت مؤمنا كتابا موقوتا. ولا تهنوا بابتغاء القوم أن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وتجدون بأعمالهم لا يجدون وكان عليم حكيما. أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ويتقوا الخائنين وسيما إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادلون عنهم يوم القيامة من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكذب فإنما يزيد على نفسه وكان الله غفورا حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل كان وإثما مبينا. لولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنذر الله عليك بالله ولم كما لم تظلم وكان فضل عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ما تولى ونسي إنما أساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يؤمن ضلالا بعيدا. لا تغيروا إلا شيطانا مريدا وله الله وقال لا تكونن من عبادك نذيرا مهجورا. ولأمرنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله يبين يمين إلا قادر أوزان مبين ويمني وما يدون شيطان إلا غرورا. أولئك ما جهنم ولا يجدون محيطا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولا يقوى من لا قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به من الله وليا ونصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لا يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وسأل الله إبراهيم حنيفا ولله ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء محيط. بالنساء قل الله يوصيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الرجال أن تقوموا اليتامى باليتامى تقربا وإن الله كان بهم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. واغفرت له الشهوات وتتقوا بين الأعمال بما كملوا خبيرا. ولن تستطيعوا أن تدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقة وتتقوا بين الأعمال غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولا تفرقوا بين لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وليا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يستعيذكم أيها الناس ويتبع قليلا ذلك قديرا. ما كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله بها خبيرا. آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا لما تدعوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فضل الله بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا بشر المنافقين لأن الله الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ونزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم تحملون أعجاب المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله لكم بينهم وإن يجعلنا الكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله إلا فلا سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله المنافقين في الدرك الأسفل من النار إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم بالله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ويفعل الله بعذابهم أجلتم وما تركنا لكن عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلى مقر وكان
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الخاسرون ويتخذ الكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تدعوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وبما لهم ميثاقهم كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم واتبع الله وليا بكفرهم فلا يؤمن وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من بعد في ما قتلوه يقينا وإن الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم يكون عليه قبل من الذين هادوا حرمنا عليهم أجلاد إلا لا بالذين الذين كثيرا وأخذهم بالديام قنوا عنه وأكلهم لا تلما زيادنا للغافلين من الملائكة نبيلا. لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر وملائكته كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وسليمان وآتينا داود زبورا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزل بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا وكفروا بالله في الأعمال يأتيهم فريقا إلى طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم أن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات
ما بالعلم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يزهد عن عبادته فهذا من عذاب فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا وكفروا فيجدون لهم يدعو الله ويغفر يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم فأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلوا في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ لك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر من بعد الأنثيين يبين الله لهم ما دليل والله بكل شيء الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل إنما يكون ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إنما الذين الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنضيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مغفرته فليأت بالإيمان إن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أنزلنا عليكم واذكروا الله أيها إن أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافرين ولا متخذي أخدان ومن يكن بالإيمان ما لم يتأمل وبالآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم نعمة الله عليكم ميثاقه الذي واثقكم به يغضب فلا وطولا إن العليم بذات الصدور
أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعلموا وتولوا إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم وكف أيديهم عنكم وتولوا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها وما كفر فكذلك منكم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يعرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يفعلون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما قلتم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يولد المسيح ابن مريم ومغفرة لجميع ولله ملك السماوات ولما بينهما يخلق ما يشاء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويدعو إلى السماوات ولما أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا الذين لا جاءوا ونذير ولا كل وقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يأت العالمين. يا قوم اذكروا الأرض المقدسة التي فتنا لكم آتت فيها دائم وما يوازيها. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلوها. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فطبعت ربك قال رب إني لا أملك إلا نفسي قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيمون فلا تزاغوا بالباطلين
إنما ابن آدم بالحق إذا قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال الله لأقتلنك قال إنما يتقبلنا من المتقين وإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين أريد أن تبوء بإذني وإذنك فتكون من عذاب النار يا الظالمين له نفسه أحلامي وأتاه بعد فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءته قال يا ويلتى أعجزت أن أكون من هذا الغراب فأواري سوءته فأتى من الكاذبين من أين كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا من ذلك بأجر مسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك العذاب إلا الذين تابوا من قبل الذين علموا أن الله غفور رحيم أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة مردود بأنهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين منها وأعمالهم مغيب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن قال من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ونزل أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين عادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يتناولوا بعضنا في الدنيا للكذب يكالون للصوت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروا بيانا تذهب بينهم إن الله يحب المفسدين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استغفروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تجعلوا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يؤمن بما يدعنا أولئك هم الظالمون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن
والسن بالسن والجروح قصاص كما وبدا لنا كفارة من لم يقم بهذا فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وليكن الذين بما أنزل الله ومن لم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاتقوا الآيات لما يرجعوا جميعا وما كنتم به تختلفون وأنكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريدون أن يثيروا عن الذين من الناس لفاسقون جاهلية يقولون من الله ومن يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإن لا يتقى الظالمين فكان الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالذي أمر من الإبل على ما أتوا بأمر ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوم تلعن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله والذين آمنوا بين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها وإلى ذلك بأن قوم لا يقلون يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل معه وأنكم فاسقون وربكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغلب عليه وجعل منهم الغيرة وإذا جاءوكم قالوا آمنا ومتاعوا ولا يؤمنون ولا بما كانوا يكفرون كثيرا منهم يسارعون بالعدوان والإثم ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم من وعليهم ما كانوا يفعلون وقالت يد الله مغلولة قل لليهم الغير بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك
من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للأرض ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم لنا جنات النعيم ولأنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعذبك من الناس إنك لا يذرك فيها كتاب لم شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك سبحانه فلا تزال قومك فيها إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا يكذبون وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم الله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يريد بالله وحرم الله جنة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإنما وما يقولون أيمسن الذين كفروا بالعذاب أفلا يتوبون إلى الله ويتقون الله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم أولئنا يتقون ولا تجدون برسول الله ما لا يملك لكم من ربنا نفع الله والسميع عليم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر كانوا يفرون يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم فزادنا عليهم من ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه اتخذوا أولياء من لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم بالسنين والرهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاغفرنا جاهدين وما لنا إلا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونسعى يدرنا ربنا ما قوم ظالمين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم رضاكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم لعلكم تشكرون الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الرسول وعملوا الصالحات جناحهم فيما دعموا إلى ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا يا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الزيت تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله ومن تتابع ذلك فلا ينام يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم من بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو غير ذلك صياما ليذوق وبال أمره متاعا لكم وللسيارة حرم عليكم زيت البر ما تنظرون جعل الله الجنة البيت الحرام قياما للناس والشر الحرام والهدي والغلائد ذلك لتعلموا أن الله إلا لا يستوي الخبيث والطيب ولا جمدا فلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيرة ولا حام ولكن الذين كفروا يقتلون لا يقتلون وإذا قيل الأرض عالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا
وقائد من فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا ومددنا إذا من الظالمين يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا أعوذ بالله يوم يدعو الله الرسل فيقول ماذا قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا ويزالنا مسلمون قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت الله ما تكفيها قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونكون عليها قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته ولا ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت الذي عليهم أنت على كل شيء شهيدا أن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت منهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم والأرض وما فيها كل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء أحمد النبي محمد كإبه أول آخر اختم يوم رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء إشارة يا وبدعة وحبنا نبيك قلبها يا يوم رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء قلت هذا تعدينا بصلا نبيك تلقاه شيء يوم رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء فهو يا صدق صورنا بحا نبيك يسلني يوما رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء
الكرماء جدك الله جنتك كوي جري نبيك كراجي هذا يوما رب صل على الحبيب محمد وعلى آل من الكرماء جدك الله لهرمنا كوي غيري نبيك كرا حربا يا يوما رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من الكرماء أصل ذويه لقو شبطا لقاهلا نبيك غير خلق الله يوما رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من الكرماء ضيع الدنيا وصوت يا نبيك دين تفيدي يا يوما رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من الكرماء درجة لقودك درجة نبيك دتك وشك يوما رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من الكرماء رسالنا ربي حقيس نغتي مان نبيك رنتا كوشك يوما رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من الكرماء هكذا يا سادة كاسي والبا نبيك كرسي في يا يوما رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من الكرماء سحر يا سنب وعي عبد دين نبيك كسفي لا يوما رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من الكرماء شرعي قوة وحشكي قلي كري نبيك شركي قديد يوما رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من الكرماء رب صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء رب صل على الحبيب